أول شي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمل حليب بالتمن أو بالرز، أكلات عراقية قديمة. أول شي تنقيع التمن إلى نسبة 3 ساعات إلى 6 ساعات تنقيع. حر الماء إلى يفور الماء في التمن المنقوع. ما نقعناه نضيفه الماء فار، يفور الماء نضيف له التمن إن شاء الله. نتركه يفور. حلاوة التمن بالحليب العراقية. شوفوا هسه التمن مالتنا انهرس بعد ما خلينا المي الحار ونقعنا بعد تنقيع التمن لمدة 2 3 ساعات. بعد ما ينشف التمن هاي الحليب حسب الذوق، تريدونه مثل خفيفة الحلاوة الحليب بالتمن أو دخينة، انتو حسب ما تريدونه. وهنا الهيل بعد ما طحناه نطلع القشور من عنده، هاي نطلعهن. وهنا الدهن الحر بعد ما يخلص هسه راح احط الطريقة. وهنا الشكر حسب الكمية وحسب الذوق. الهيل يعني نكهة والطعم الطيب والرائحة الطيبة، أو مي وارد إذا ما عندكم هيل مي وارد. وهنا الدهن الحر أو الزبد العادي بعد ما نحرره نذبه على التمن بالحليب. وهنا عندنا الحليب وهذا الشكر حسب الحاجة منه. وصل هيك مرحلة حبائي. بعد راح نسويها، راح نهرسها بالخباطة، راح اهرسها وبعدين ارجع لكم ان شاء الله. هاي حبائي بعد ما نهرس التمن راح يصبح مهروس جيدا. نضيف اليه الحليب. هرسنا راح نحط عليه الحليب وحسب الحاجة، حسب الحاجة. هسه ان شاء الله راح تشوفون أكلة كلش لذيذة عراقية وطيبة. هسه سحنة رسناها سويناها، راح نخلي عليها الهيل زين نكهة طيبة. بعدين الشكر حسب الحاجة، يعني جبنا الشكر انتو حسب حاجتكم. حبة الشكر صار الشكر شوية صحي. راح نتركه 20 دقيقة ما شاء الله. شوي باقي صار زين. بعد 5 دقائق ان شاء الله نطفيها ونحضرها ونحمي الدهن الحر ونصبه حسب الوقت.
هذه. هنا أحبائي حررنا الدهن الحر على مود نخليه على التمن بالحليب. شي روعي، جربوا إن شاء الله صحة وسلامة. أحبائي خلصت حلاوة تمنية بالحليب، نسميها بالعراق التمن بالحليب، انتو حسب الحاجة عم تخلون الشكر. راح نضيف لها هاي أكلتنا تمن بالحليب. راح نضيف لها الدهن الحر. شلون الهريسة؟ نفس طريقة الهريسة. سهمكم العافية. وهذا الشكل النهائي لشوربة البحت أو الرز بالحليب. احنا نسميه بالعراق الرز بالحليب. سهمكم العافية.